اهلا بمشاهدي قناة ام جاد بالديار الامريكيه. في الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم السفنج كما كتشوفوا اللي كيجي ناجح، فكيجي يعني منفوخ وخاوي من الداخل، ما شاربش الزيت وكيجي مقرمش. راه كيجي رائع. غادي نقسم لكم واحد الوحده، فهذه راه سخونه راه ما قدرتش داكشي علاش يعني باقا سخونه كما كتشوفوا، الفار باقي طالع منها. هذا هو الشكل ديالو من الداخل، كيجي خاوي وما شاربش الزيت. فإلا بغيتوا تعرفوا الطريقه بقاو معنا الى اخر الفيديو. فبالنسبه للمقادير، عندي 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق او الفارينه، عندي 3 الكؤوس ديال الماء دافئ، ملعقه صغيره ديال السكر الخشن او سنيده، ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه كبيره ديال خميره الخبز. فندوس على بركه الله الى الطريقه. فكنوضع الماء هو الاول واحد الانيه، 3 الكؤوس ديال الماء دافئ، كنضيف ليهم ملعقه صغيره ديال السكر وملعقه كبيره ديال خميره الخبز. بالنسبه للماء فما يكونش سخون، فإلا كان سخون راه كيقتل لكم الخميره وبالتالي ما غتنجحش لكم يعني العمليه. ضروري ما يكون الماء غير دافي. فضفت ليه كأس من الدقيق وكنخلط بالضراب اليدوي، والكاس الثاني كنبقى نضيف شوي بشوي وكنحرك مزيان. كنضيف الكأس الثاني كامل وكنخلط مزيان بالضراب اليدوي كما كتشوفوا. صافي، هنايا كناخد الفيلم اليمونتير وكنغطيه وكنخليه نحتفظ به واحد 10 ديال الدقائق ونرجعوا باش نشوفوا باقي المراحل. فبعد مرور 10 ديال الدقائق فكنضيف الكأس الثالث، وهنايا كنخدم باليد ديالي باش نتحكم في القوام ديال العجين. كنضيفو غير شوي بشوي، الدقيق ماشي دفعه واحده. فكنضيف كاس بكاس غير بشويه. حتى كنسالي دوك 3 الكؤوس اللي بقاو ليا باش غادي نشوف واش القوام هو هذاك ولا باقي غادي نزيد كاس اخر. فانا خدا ليا 6 الكؤوس. فهنايا في هذه المرحله زدت الملح. في هذه المرحله عاد كنضيفوا الملح، وغادي نضيف الكاس السادس غير شوي بشوي، ما تضيفوهش دفعه واحده. راه ما كيحتاج منا لا تعب لا والو، يعني ساهل، غير تبعوا الطريقه وان شاء الله غادي ينجح معكم. فراه خدا ليا 6 ديال الكؤوس، هذا الكاس 6 ديال الكؤوس مع 3 الكؤوس ديال الماء. فراه غير كنجمعوا كما كتشوفوا. جمعت العجينه وكنتاكد بان يعني الدقيق داب ليا، دوك ما يبقاوش الحبيبات ديال الدقيق. وغادي نغطيه واحد 10 ديال الدقائق بالفيلم اليمونتير ونعاودوا نرجعوا باش نكملوا باقي المراحل. فبعد مرور 10 ديال الدقائق
كنرجعوا للعجين ديالنا. غادي نفزق يدي بشويه د الماء باش ما تلصق لياش العجينه في يدي، وكنقوم بهاد العمليه اللي كتشوفوا. يعني راه ما كان ماشي يعني ما كنطولش، فغير بهذا القدر اللي كتشوفوا. كنحاول نجمعها من الجوانب صافي. وغادي نغطيها بالفيلم اليمونتير، وغادي نخليها تيضاعف الحجم ديالها، ونرجعوا باش ندوزو لمرحله الطهي. فكنغطيه بواحد الغطاء لحقاش الجو بارد. فهني بعد مرور تقريبا 40 دقيقه، فكما كتشوفوا راه اختمرت العجينه، ضاعف الحجم ديالها، فكتكون رخوه ولينه كما كتشوفوا. فهذا هو القوام ديال العجين ديال السفنج. كنوضع القليل في الزيت في اليد ديالي، وكنجمع العجينه، كنحيد من هذاك الهواء، وكندهن واحد الانيه بالزيت، وكنبقى نشكل كويرات فشكلوهم بالحجم اللي بغيتو. فهنا غادي ندير انا حجم تقريبا كبير. دائما بمساعده الزيت حقاش العجينه رخوه. فانا خرجت ليا 6 ديال الوحدات. بغيت ديروهم يعني صغار، فراه لكم الاختيار. ففي هذه المرحله غادي ندوز باش نسخن الزيت. فهنا خديت واحد المقلاة، درت فيها القليل من الزيت كما كتشوفوا، وخديت واحد الكاسرول ووضعت فيها الزيت يكون شويه كتير. كناخذ الوحده الاولى ديما مساعده الزيت، وكنحاول كنعمل فيها ثقب في الداخل، وكنقوم بالعمليه اللي كتشوفوا، وكنحطها في المقلاة. وبالنسبه للعافيه، بالنسبه للمقلاة اللي فيها الزيت قليله هذه فكتكون عافيه مهيله، وبالنسبه للكاسروله فتكون العافيه متوسطه. هذه كنخليها حتى كتشد راسها، وكنهزها ونوضعها في الزيت اللي فيها اللي في الكاسروله. فكنهزها بواحد السباتولا كما كتشوفوا، وكنوضعها وكتبدا تنفخ كما كتشوفوا. راه كيجي خفيف وناجح. العافيه هنا في الاول كتكونوا شاعلينها مجهده، غير تسخن لكم الزيت وديروها متوسطه، ما تخليوش يتحرق. يعني كيتحمر كياخذ اللون. هذه باقي شويه. صافي دابا انا قلبتها، كتزيد كتنفخ كما كتشوفوا. فالبغري راه ما فيه لا سر لا حتى شي حاجه، هو العجينه خصها تكون مطلوقه كما شفتوا معايا في الفيديو، وخليوها تخمر، عطيوها الوقت تخمر. ان شاء الله غادي ينجح معكم السفنج. وكنبقى نضغط عليها باش طيب ليا من الجوانب. صافي وكنحيدها فاش كطيب. وكنوضعها كنفرش ليها داك كل المناديل الورقيه. وهنايا وضعت فاش كتكون هذيك كطيب ديروا وحده اخرى في المقلاة باش ما كتجي فيها الطيب. هاد ليكم هذيك الوحده حتى فراه كيجي ناجح كما كتشوفوا، كيجي خفيف.
وحده تكون في الكاسرونه وحده تكون في المقلاة. فهاد لي في المقلاة راه على نار هادئه، ما تخافوش تحرق، باش فاش كتحيدوا هادي كتوضعوا مباشره كتوضعوا وحده اخرى. راه كيجي رائع وكنستمر بنفس الشكل حتى كنسالي جميع الوحدات اللي عندي. العافيه كي قلت لكم ما تكونش مجهده، تكون متوسطه. راه فاش كنقلبوها كتزيد كتنفخ وكتخوى من الداخل. فاش كتاخد ليا اللون كنحيدها. كنضغط عليها لحقاش كتنفخ وهذوك الجوانب التحتانيين ما كتكونش واصلهم الزيت. كنضغط باش كيتقاد ليهم الطياب. صافي حتى كنسالي جميع الوحدات اللي عندي. الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، تقاسموه مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائده. وبالنسبه للمشاهدين الجدد كنتمنى انهم يديروا ابوني ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل ما هو جديد. ومع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.